ماناش ماشيين باش نلعبوا كرة يد كما قلنا للمشاركة، احنا ماشيين باش نتوجوا، عندنا عقد اهداف اللي هو نكونوا على البوديوم، هذا اقل ما يكون بالنسبة للعقد للنتائج نتاع منتخب تونس، لكن احنا تو نجهزوا في الفريق هذا. الفريق هذا اللي فيه ما يقارب عن 9 لاعبين جدد، احنا قاعدين نجهزوا بشوية بشوية في الفريق ل 2028 دخلنا ما يقارب 9 لاعبين جدد. الفريق هذا اللي قاعدين نجهزوا فيه باش نلعبوا به كل مقابله ومقابلتها، وربي وفقنا ان شاء الله نوصلوا للنهائي. لكن ما تعرف على مقابله واحده نجم يكون التتويج بقدره ربي ماهوش صعيب، لكن انا ما نجمش نقول الا غدوه باش نلعبوا على بطوله افريقيا باش نهز بطوله افريقيا، لكن احنا قاعدين نجهزوا الفريق هذا الى المدى البعيد، طبعا المدى المتوسط اللي هي بطوله، المدى القريب اللي هي بطوله افريقيا، بعدين عندنا المدى المتوسط اللي هي العاب البحر المتوسط، وعندنا بطوله العالم اللي هي 2027، وعندنا بعد شيء فريق راح باش نجهزوه 2028 اللي هو بعد سنتين. 2000 بعد سنتين فيه لاعبين خارجين اللي لعبوا مواليد 2004 و2005 و2006، ومن اللاعبين هذوما قاعد دخلوا معنا في التربصات القديمه، دخلوا معنا في التربصات القديمه وقعدوا معنا يحضروا مع الفريق. سامحوني، قعدوا دخلوا معنا في التربصات، واحنا قاعدين نحضروا في فريق للمستقبل، وان شاء الله ربي يوفقنا. كما قلت توا سير اداره، واحنا الماشيين باش نلعبوا بالنسبه لنا احنا المراكز الاولى، وان شاء الله ربي يوفقنا. وهذا ما ينجم يكون كان بالدعم الاعلام والوقفه تاع التوانسه الكل مع المنتخب هذا، راهو منتخب شاب، راهو منتخب صغار، حتى لو كان فما لاعبين داخلين جدد وكل شيء، راهو اللاعبين الناس فما لحمه كبيره، وانا فرحان برشا بلحمه الفريق، او معنا قائد الفريق وانه بلال عبد اللي معنا، بلال عبد اللي قائد الفريق موجود، ويعطيكم فكره على الفريق نتاعنا، وان شاء الله ربي يوفقنا في قريبا ان شاء الله. وهذا كل كي يكون كان دعم الاعلام التونسي ومن الشعب التونسي ان شاء الله يدعمنا. تفضل. عزيز والديني ستريت فود، قلت باش نمشيو ننافسوا على كاس افريقيا، هل نجموا ننافسوا المنتخب المصري بالارمدان تاع النجوم اللي عنده؟ والله اسم انا قلت باش ننافسوا باش نكونوا احنا من المتوجين الثلاثه الاوائل، ما قلتش باش ننافسوا على بطوله باش نهز، احنا ماشيين نلعبوا مقابلاتنا وكل مقابله بمقابلتها، لكن بقدره الاله كان وصلنا لواحد ما عليك عنها باش نمشيو ننافسوا، ما احناش باش نستسلموا على المقابلات، لكن احنا تعرفوا عندنا الراي المنتخب تونس اللي هو عنده 10 بطولات، ماشيين ننافسوا، ما احناش ماشيين باش نلعبوا كره يد للمشاركه، لكن ماشيين ننافسوا بكل جديه وربي وفقنا. سي محمد علي الرشيدي زاد مجازفه كبيره في اقحام 9 لاعبين شباب في قضايا كبيره كما هكا، زاد انتم عملتوا مجازفه نحن نتمناو تكون ايجابيه جدا يعني. لكن هم ماهمش 9 لاعبين جدد بكلهم، اللاعبين هذو كانوا موجودين في المنتخب قبل، لعبوا منتخبات الشبان، لعبوا منتخبات المنتخب الاول كما رامي الفقيه، لكن كما شو اسمه كما رامي الفقيه، كما محمد رضا فراد، هذوما كل ما شاركوش قبل على خاطر كانت عندهم اصابات، كما علاء مصطفى كان ما شاركش معنا قبل خاطر كانت عنده اصابه، كما وائل الشطي ما شاركش معنا في بطوله العالم كانت عنده اصابه، هذوما اللاعبين كل رجعناهم المنتخب. لكن نحكي لك عن تغيير المنتخب هذا 9 لاعبين بالنسبه لبطوله العالم، لكن فما لاعبين جدد كما قصي بن فرج، كما مهيب قلال، كما فارس الغول، هذوما لاعبين اللي قاعدين ندعموا بهم في المنتخب. وتعرف منتخب تونس لاعبين كل كانوا هم توانسه، وقاعدين نجدوا في المنتخب شويه شويه حتى نوصلوا ان شاء الله الموسم لسنه 2028 يكون فريق جاهز في بطوله افريقيا اللي هي مرشح لبطوله للالعاب الاولمبيه. تفضل سي منير. صباح الخير. صباح الخير، مرحبا. حبيت نسال سي محمد علي على الجاهزيه البدنيه لمنتخب كره اليد، وثانيا وخاصه ما مدى الاعداد الثاني للمنتخب، يراو انه عديد العناصر اللي هي تشارك لاول مره في المنتخب، ورينا تاثر كبير للمنتخب في المونديال من حيث العامل الثاني ما كانش 100%، ورينا معناها في بعض المقابلات رينا لاعبين معناها ما كانوش قد الضغط، لانه ثم ضغط كبير باش يتحط على المنتخب، وانت تعرف بعد الخيبه نتاع كره القدم اعتقد انه اليوم التوانسه الكل والراي العام والاعلام بالطبيعه باش يكون ثم انتظارات ربما اكثر حتى من مستوى اللي نجم يوصل له المنتخب، معناها الكلنا نستناو في حاجه كبيره من المنتخب، انه نسينا في خيبه كره القدم، والان انت كمدرب تشعر بالضغط هذايا اللي موجود، خاصه بعد كما نقول انه نربطها ديما بخيبه معناها مشاركه منتخب كره القدم في كاس افريقيا.
بالنسبه حاجه اخرى بالله سي محمد علي سامحني، اليوم كي نشوف القائمه نتاع المنتخب المصري، انت تحكي على التشبيب وعلى 2028، اليوم المنتخب المصري فيه 5 لاعبين جدد من مواليد 2004 2005 اللي كانوا متواجدين في بطوله العالم الاخير. اليوم المنتخب التونسي فيه لاعب وحيد اللي هو قصي بن فرج، وكان مش باش يكون موجود في القائمه. كيفاش اليوم نجموا نحكيوا على تشبيب وعلى برنامج 2028 وانت اليوم ما عندك حتى لاعب من المنتخب الوطني اللي شارك في بطوله للاواسط، اللي شارك في بطوله العالم اللي صارت معناها في شهر اوت الفارق. وشكرا. بالنسبه للاعبين عندنا ياسين بن سالم اللي هو من لاعب شاب، عندنا محمد عزيز بن حموده اللي هو لاعب شاب، عندنا قصي بن فرج اللي هو لاعب شاب، عندنا لاعبين اخرين لاعبين شبان اللي هما لاعب شاب. انتم بالنسبه لكم انتم لازم يكون معناها عمره اقل من 20 سنه، لا عندنا لاعبين اللي هما مازالوا قاعدين في التطور بتاعهم، لكن احنا تعرفوا البطوله التونسيه قاعد تنتج في لاعبين مازلنا طالعين شويه شويه، لكن بالنسبه ديما احنا ندخلوا على المقارنه، نبعدوا على المقارنه، لازم نشوفوا رواحنا. ما لازمكش تقارن روحك بالفرق الاخرين، قارن روحك بروحك، انت قارن روحك شنو قاعدين نعملوا باش نوصلوا احنا للمستوى العالي. اذا كان باش تقارن روحك بالفرق المصريه ولا الفرق الاوروبيه هذا بعيد، ما نجموش نقارنوا رواحنا بالفرق الاخرى، احنا نقارنوا لازم نفسنا ونشوفوا احنا شنو قاعدين نقدموا في الفرق، شنو قاعده تقدم المنتخبات وشنو اللاعبين بتاعنا وين قاعدين يلعبوا. لكن انا قلت لك بالنسبه لي انا الفريق بتاع منتخب تونس توا حاليا فريق ممتاز من ناحيه اللحمه، بتشوف لاعبين بتاعه كلهم لاحمين ببعضهم، لاعبين فرحانين رابحين معناها فرحانين ببعضهم، لاعبين عندهم لحمه كبيره بين بعضهم. هذا بالنسبه لي انا هو نجاح كبير. وتعرف الاصعب حاجه في الفريق هي كي تبدا الفستير بتاعك نظيفه، والفستير بتاعك ملمومه، والفستير بتاعك يحبوا بعضهم الملاعبيه، والفستير بتاعك تكون كلمه واحده. انا تو حسيت قلت لكم انا مشيت اسبانيا معناها اشياء غريبه، معناها كان صارت لنا مشاكل وكل شيء، الفريق بتاعنا كان متواجد وكانت عندنا لحمه كبيره باللاعبين ولعبنا بالروح، لكن بشويه بشويه تتبنى الفريق ويوصل. بالنسبه للاعداد البدني وكل شيء نجم نخلي لك الكلمه سي وائل بوتيتي تو يعطيكم نظره ويعطيكم في مدى جاهزيه الفريق.